خديجه شحال في عمرك؟ عندي 19 عام. شنو واقع لك؟ انا عندي مشكل مع والديا. شنو اللي واقع لك معاهم؟ انا من نهار كنت على راسي وديما كناكل العصا، الا ما كليتش من بابا كناكلو من بابا. علاش ديما كتاكلي العصا؟ ما عرفت، يعني تيوجدوا ليا كيقولوا لي حنا باغيين ولد ما باغيينش بنت، ديما ما عمري عقلت شي نهار ما كليتش العصا، يعني حتى في حياتي ضيعوها ليا. شنو كديري في حياتك خديجه؟ بغيت غير الدار. علاش ما كتمشيش للمدرسه؟ الله خرجني من السادس. شكون اللي خرجك؟ باك اللي خرجك من السادس؟ بابا وخويا. يعني تصور خويا راسي بواحد النهار كنت عندي 15 عام. وخويا كيعرف واحد الراجل اللي باس عليه. اتفقوا معاه، قال لي انا عندي، قال لي انا بنت خالي الا باغي زعما الا باغي نعيش معاها. شنو هو؟ قال لي كنت باغي نعيش معاها. عليك انتيا؟ وخدمنا بعد المليون واغتصب لي. وشنو داك بزمناك؟ شنو اللي وقع خديجه؟ لا، واحد النهار كانوا مالين الدار ديالي معروضين للعرس. قلت لخويا انا غنمشي معاك، قال لي الا ما سكتيش الكلبه دابا غادي نضحك مع الدروس. انا غنمشي مع ماما ما غاديش نبقى معاك. قال لي لا غتبقي في الدار. صافي، وتقريبا ديك 11 جا هذاك الراجل دار. هذاك الراجل رجل كبير؟ يعني جا هذاك الراجل وصفني بواحد القوة واحد الوحشية ما عمري شفتيه شي نهار في حياتي زوين. واش سمعتو بحالي ولا ما سمعتوش بحالي؟ بنت في عمرها 15 عام، خوها اخذ 40,000 درهم، يعني 4 المليون، من عند واحد خينا لاباس عليه كيعرفو، وهدا ليه اختو باش يغتصبها. اول حاجه غادي نقولها لك اخا الله يصبرك اختي، هذه هي الاولانيه. انا خويا رشيد في ذاك المشكل وقع لي في 15 عام، حملت وداروا لي عمليه اسهاض. تعاودت هذه العمليه مره اخرى عاوتاني ديال انهم باعوك لشي حد؟ 3 المرات. باغا تمشي عند البوليس خديجه؟